بيقولوا الكاميرات ما بتكدبش، بس أحياناً بتشوف حاجات كان المفروض ما تتشافش أبداً في مستشفى هادية. في نص الليل كاميرا مراقبة سجلت فيديو خلى كل اللي شافه يتمنى ما يكون شافوهش من الأساس. في مستشفى صغيرة في مدينة المنصورة، كان في غرفة مخصصة لحفظ الجثث قبل نقلها للمشرحة. في الليلة دي الكهرباء قطعت كام دقيقة، ولما رجعت الكاميرا رقم 4 سجلت حاجة غريبة جدا. ظهر شخص جوه الغرفة لابس زي المرضى، بس المشكلة إن الشخص ده كان متوفي من 3 ساعات. التمريض شاف الفيديو الصبح وشافوا الراجل واقف ووشه ناحية الكاميرا، عيونه مفتوحة بالكامل وبيتحرك بخطوات بطيئة ناحية الباب. المشهد كان صامت، لكن قبل ما يختفي من الكادر الكاميرا اهتزت وظهر ظل تاني وراه، نفس الملامح نفس الوش، كأن في نسختين منه. تاني يوم لما الأمن فتح الغرفة الجثة كانت في مكانها زي ما هي، بس رجله كانت مليانة تراب وكأنها فعلا نزلت ومشيت ورجعت.